انا يعني احترم جدا واشيد واقدر الطائفه يعني الاسلاميه بكل طوائفها. لما تظهر مشهد قدام جامع قدام مسجد له علاقه بشيخ له علاقه بمسب الدين، بتشوف انتفضوا حتى لدرجه تحليل الدم وهدر الدم. نحن عندنا مباحه يا اخي، مباحه الامور بشكل انه مين ما وبالمناسبه دي البرنامج بيقدم مسابقه الجمعه الجايه فين. لو عايز تصلي مع الرئيس، لو عايز تقول له حرما يا ريس، اتصل بنا على 56734 SMS MMU ICQ وادخل مسابقة الجمعة اللي جاية فين، وممكن تكون من 10 كسبانين هيصلوا معاك في الجامع، وكل ما تبعت أكتر كل ما تتقدم في الصفوف أكتر، أو ممكن كمان تكسب الجايزة الأولى. وات إز إت؟ تصلي معاه جوه كرتون الحراسة وتقول له تقبل الله يا ريس. وعندنا كل شهر الجايزة الكبرى، ممكن تسافر معاه برا مصر. أيوة برا مصر، بس أنت قول الجمعة اللي جاية فين. هل الابداع اليوم نحن عندنا ان نسيء الى الاديان والمقدسات؟ خلص تشبيهات الانبياء، ممكن نرجع تاني نتكلم على صلاة الرئيس والبركة اللي حلت علينا. متهيألي اخف شوية من موضوع التشبيهات دي. أكرمنا الله برئيس يصلي إمام بمرؤوسيه في قصر الرئاسة، ويصلي الجماعة في المسجد. الله أكبر. صارت صلاة الجماعة تقام في قصر الرئاسة. ما شاء الله، أول مرة أعرف إن بقى في صلاة في القصر الرئاسي، دي حاجة حلوة خالص. يا ترى بعد ما خلص عمل إيه؟ حطم الأصنام اللي هناك؟ بالدين ما في حرية تعبير للأبدان، الدين خط أحمر عند كل الناس. سوقت له علشان حاجة تانية خالص. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة. ألا تكبرون؟ ألا تكبرون؟ الأنبوبة معدية 80 جنيه لو لقيتوها، ألا تكبرون؟ الزبالة بدل ما تتشال بتزيد عشان تقع فيها البركة، ألا تكبرون؟ الدعم هيترفع واحنا هنترفع معاه، ألا تكبرون؟ لما تظهر مشهد قدام جامع قدام مسجد له علاقة بشيخ له علاقة بمسب الدين، بتشوف انتفضوا حتى لدرجة. وأنا صرت ملاحظ شغلة كتير خطيرة. كل الافلام اللي تاخد يعني، او مش كل، ما بدي اعمم، معظم الافلام اللي عم تاخد جوائز بالغرب هي الافلام اللي فيها تطاول على الاديان وعلى مقدساتنا. يعني صار وكأنه عم بتقول للشباب والصبايا روحوا تطاولوا على اديانكم، طاولوا على مقدساتكم، وتعالوا تنعطيكم جوائز ونقول لكم برافو. ومين عم بتكون عناصر اللجان التحكيمية؟ فهمكم زيادة. فانا لهذا themselves is Bassem Youssef. He's a heart surgeon turned talk show host and has been described as the Jon Stewart of the Nile. Please welcome Bassem Youssef. There is now 1 million eye watching your every single step. We will not be taken as obedient, passive, frightened subjects anymore. بالدين ما في حرية تعبير للأديان، الدين خط أحمر عند كل الناس. تصلي لربنا في سيدة زينب بقى يعني في مسجد وعايز تروح، خلاص ماشي، كل صلاة جمعة عشان تبقى حلال بلال يعني ادفع فلوسها. ليه؟ يدفع فلوسها ليه؟ يدفعوا من جيبه ليه؟ أنا مش موافق على كده. طب انت لما تظهر مشهد قدام جامع قدام مسجد له علاقة بشيخ له علاقة بمسب الدين، بتشوف انتفضوا حتى لدرجة حوالين اللي حوالين الرئيس. لما تظهر مشهد قدام جامع قدام مسجد له علاقة بشيخ له علاقة بمسب الدين، بتشوف انتفضوا حتى لدرجة مرسي كامل من مجاميعه. مرسي إسلامي ورئيس ملتحي بيصلي في المسجد وبيحافظ على صلاة الفجر. إذا مررت في سيارة بأي كمين
أول من تقع عليه عين الضابط هو الملتحي. يبص على الملتحي كده ويقول له أنت انزل. ليه يا عم؟ اللحية كأنها شبهة، كأن الدقن دي تهمة، الحجاب كأنه تهمة. سبحان الملك، صار لنا رئيس بلحية، هي دقنه صغيرة شوية بس أحسن من ما فيش. صار رئيسنا بلحية، وامرأة رئيسنا تلبس الحجاب وخمار محترم واسع فضفاض. وكده كنتوا حابين توصلوها للرأي العام اللبناني والعربي، بس ما بقى فيكم تلوموا الناس بتقول لكم عم تتطاول على مقدساتكم. يعني الإبداع ليش بدنا نسميه إبداع؟ ما بدنا نسميه سموم عم بيبثوها بعض الأشخاص بعقول الناس والمشاهدين. يعني لاني اصولي ولاني متطرف ولاني متخلف مثل ما وصفتني الصحافي ببيروت. انا انسان، يمكن مني انسان بصلي كل يوم وكل دقيقه. انا انسان عندي مشاكلي وعندي شوازاتي وعندي اخطائي، ومش 7 خطايا، عندي 70,000 خطيه يمكن موجوده فيي. بس انا انسان عندي الدين خط احمر.